السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما شفتم العنوان في هذا الفيديو غنحاول نهضروا على المصاريف ديال قرعة امريكا. طبعا المصاريف اللي كتجي من بعد الفوز في القرعة ان شاء الله بالتوفيق للجميع. فاول حاجه غنهضروا عليها هي جواز السفر. جواز السفر واحد الحاجه ضروري خاص يكون عندك، سواء كتفكر في قرعة امريكا ولا ما كتفكرش فيها. الثمن ديالو الثمن ديال التمبر 500 درهم، والمدة الصلاحية ديالو كتكون 5 ديال السنوات. فتاني حاجة في قرعة أمريكية الفحص الطبي اللي كيكون من بين 2000 حتى 2500 درهم، على حساب الطبيب وعلى حساب كذلك السن ديالك. ثالث حاجة الإخوان هي الترجمة اللي هي من بين 900 حتى 1000 درهم، على حساب الوثائق اللي عندك وعلى حساب نوع المترجم اللي غتمشي عنده. والحاجة الرابعة الإخوان هو الثمن ديال الفيزا اللي كتدفعها يوم المقابلة، هي 330 دولار، تقريبا 3600 درهم، على حساب الدولار شحال داير مقابل الدرهم. فهاد المصاريف كاملة الإخوان هي قبل ما تحصل على التأشيرة، يعني قبل ما تشد الفيزا ديالك، تقريبا واحد 7400 درهم، على حساب نتا وكيفاش غتتعامل مع الأمور. و وهاد المصاريف هادي ما شاملاش المصاريف ديال التنقل والأكل والمبيت، اللي طبعا الإنسان اللي بعيد على كازا غيجي لكازا باش يقدر يدوز المقابلة على حساب فين ساكن، وعلى حساب كذلك فين غتمشي، واش غتمشي تبات ب70 درهم ولا غتمشي اوطيل 300 درهم، داكشي على حساب الشطارة ديالك. فمن بعد ما كتقبل في قرعة امريكا وكتخرج لك الفيزا، كيبقى لك الثمن ديال الطيارة من بين 7000 حتى 10000 درهم، والمصاريف اللي غتخسر في امريكا واحد 20000 درهم تقريبا اقل حاجة، قبل ما تلقى خدمة وقبل ما تستقر ان شاء الله. والمجموع النهائي ديال ما قبل الحصول على الفيزا ومن بعد الفيزا تقريبا واحد 4 المليون. طبعا الاخوان هذه مصاريف خاصة بشخص واحد. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، الا شي راسك استفدتي منه شي جيم معاك، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.